ولاول مره اشوف شيكو بنزا بالالتزام ده. يعني عندك مثلا هنا الكره دي عدي الدباغ استلم الكره في مساحه، شيكو بنزا اوتوماتيك بيقطع في المساحه ويخطف هنا اللعيب، وهو عارف ان سرعته لو الكره جات له هياخد الكره بسرعته ويروح ومحدش هيلحقه. لكن عدي الدباغ هنا اتاخر في الكوره وما لعبهالوش. مره كمان عدي الدباغ واضح جدا ان هو يعمل عرضيه، شيكو بنزا راح سرق المساحه برده وقطع على القايم القريب قبل المدافع، ولكن المره دي كان حظه وحش والكره جت في ايد الجون. ودي لقطه كمان تعبر عن الالتزام بتاع شيكو بنزا بالتعليمات. محمد اسماعيل قطع الكره وشيكو بنزا كان راجع مع الهجمه، عشان كده تلاقي شيكو بنزا زي ما انا بوريك كده بيضرب سبرنت باقصى حاجه عنده عشان عايز يقطع في المساحه، لكن محمد اسماعيل اتقطعت الكره برده منه. ومن ضمن التعليمات برده اللي اداها معتمد جمال لشيكو بنزا واللي كانت واضحه قوي في الماتش، ان يا شيكو اول ما المدافع الافريقي ده يستلم الكره اضغط عليه بمنتهى القوه. وفعلا شيكو بنزا اكتر من مره غلط المدافع ده. يعني مثلا في الكره دي كانت فاول، ولو كان قطعها شيكو بنزا كان هيروح بانفراد صريح. مره تانية الكره راح للمدافع الافريقي، اوتوماتيك هتلاقي شيكو بنزا بيجري عليه زي الفهد، لكن المره دي المدافع بيرجعها للجون وشيكو بنزا يكمل ضغط عشان الكره حارس المرمى يلعبها اي حاجه والكره تترد لصالح الزمالك والاستحواذ يبقى مع الزمالك. ومره كمان شيكو بنزا بيضغط على المدافع الافريقي، وزي ما قلت لك هو واخد تعليمات ان هو يضغط عليه وجاب منه الكرة وعمل اخطر فرصه للزمالك. ودي كرة قطريه من الشمال لليمين وشيكو بنزا واقف في مكانه مظبوط. انا مش بكلمك في كواليتي ان هو قطع الكرة ولا لا، انا بكلمك في الالتزام اللي ما كانش موجود عند شيكو بنزا. حتى كمان لما الكرة ما عرفش يقطعها وراحت للباك بتاع اتحاد العاصمه، شيكو بنزا كمل معاه وضغط عليه ورفع رجله عشان اللعيب ما يلعبش الكرة مستريح، وفعلا الكرة دي تطلع قوي. ودي مره كمان كرة قطريه بتلعب ناحيه شيكو بنزا، ولو انا مثبت لك الكادر كده وانت ما تعرفش نادي الزمالك وما تعرفش اللعيب ده هتقول لي اللعيب ده بيلعب باك شمال. شيكو بنزا رد مع الهجمه وفضل مأمن عليها لحد ما الكره وصلت للمهدي سليمان وطلعت الكره اصلا بره ضربه مرمى. فانا بكلمك على الالتزام التكتيكي اللي عمله شيكو بنزا قدام اتحاد العاصمه، ودي حاجه كانت جديده عليه تماما. ودي برده مره كمان الكره مع اتحاد العاصمه وشيكو بنزا واقف في مكانه مظبوط، لا وكمان بيضغط وبيقطع الكره وبينقل الزمالك ويديله الاستحواذ في نص ملعب نادي اتحاد العاصمه. وهنا برده مره كمان شيكو بنزا بيقطع الكره ويضرب بيها سبرنت ويلم المدافع مره واتنين، وبدل بقى ما يلعب عرضيه بيشوطها في الجون من مره واحده. وهنا بقى دي من الحاجات اللي لازم يشتغل عليها الزمالك مع شيكو بنزا. شيكو بنزا اتغير تماما، بدل ما هو لعيب عشوائي وغير ملتزم اتغير للعيب تكتيكي وملتزم بكل التعليمات اللي بيقولها له معتمد جمال. يعني معنى كده ان اللعيب ده بيتعلم وعنده القابليه انه يتعلم. فالحته بتاعت الفينش والقرار الاخير دي لازم من ضمن الحاجات اللي هو يتعلمها.